كيف هي المنظومة الصحية في الجزائر؟ لأن منظومتنا الصحية متدهورة جدا جدا جدا. ثم يجينا واحد يقول لك أحسن منظومة صحية في إفريقيا هي منظومة الجزائر. وقولها والرأس مرفوع أن قطاع الصحة نتاعنا اليوم المنظومة الصحية للجزائر من أحسن المنظومات الصحية في إفريقيا، إن لم أقل أحسن. أصبح سكانر في متناول المواطن والمواطنة، من رئيس الجمهورية إلى أبسط مسؤول يروح يعالج في الخارج. كل المسؤولين تاعنا يعيشوا في الخارج. لماذا؟ لأنه ما عندناش منظومة صحية، ما عندناش تكفل صحي في الجزائر. لو عندنا بوتفليقة ما يروحش للجزائر فالديغراس، لو عندنا تبون ما يروحش لألمانيا، لو عندنا الجنرالات ما يجوش لباريس كل أسبوع الطيارة الخاصة رايحة جايبة، هاي جايبة 4 جنرالات، هاي مادة 5 جنرالات، هاي جايبة 4 وزراء، هاي مادة 5 وزراء، هاي جايبة 4 مدراء في الوزارات مادة يوميا. باش تدخل مريض في الجزائر المستشفى لازمك معرفة، لازمك تكون عندك علاقات. ثم يجينا واحد يقول لك أحسن منظومة صحية في إفريقيا هي منظومة الجزائر. لازمك معرفة قوية وقوية جدا باش تقدر تتحصل على حق من حقوقك. وفي الأخير لا يجد المواطن الجزائري أين يعالج.